ايه يا شركات؟ ايه عايزين مننا؟ ايه بيبقى عقلكم فين؟ ولا بتبقوا بتفكروا في ايه؟ ولا بيبقى حتى وجهة نظركم ايه وانتوا بتكتبوا المواصفات على المنتج اللي انتوا بتنتجوه؟ ده يعتبر منظف متعدد الاستخدامات، مكتوب عليه بريحة اللافندر. وده برضو منظف يعتبر متعدد الاستخدامات، مكتوب عليه بريحة الليمون. وده منظف بتاع التلاجة والميكرويف، مش مكتوب عليه هو بريحة ايه اصلا، مش مكتوب عليه، يعني مش محددين. عايزه اقول لكم ان ده ما فيهوش اي ريحه تدل على ان هي لافندر، وده كمان ما فيهوش اي ريحه تدل على ان هي ليمون. الاتنين ريحتهم منظفات، يعني ريحتهم منظف ومنظف قوي. وانا بستخدمه ببقى متضايقه ومخنوقه من كتر الريحه، مش ريحه عطريه زي ما هما كاتبين كده على المنتجات. اما ده بقى، ده هما سايبينه مجهول كده، يعني مش معرفيننا هو هيبقى بريحه ايه بالظبط. فالمفاجاه ان هو ده احلى ريحه فيهم. ده بقى فعلا ريحته عطريه، ريحته تقريبا ليمون. انا بشمها ريحه ليمون، يعني مش ريحه بتخنقني ولا بتضايقني ولا اي حاجه خالص. فانتوا اعملوا زي الشركه المحترمه دي وما تكتبوش، يعني ريحونا كلنا، ما تكتبوش، سيبونا نتفاجئ. يعني سيبونا نتفاجئ بقى، تطلع ريحه حلوه، تطلع ريحه بتخنق، تطلع ريحه قويه. يعني بجد بتكتبوا ان ده بريحه لافندر او ده بريحه ليمون او ايا كان بريحه ايه، بناء على ايه؟ يعني بجد بجد بجد، بعد ما بجيب الحاجه وبستخدمها بتضايق. افضل اشم 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 في الحاجه، اقول يمكن انا غلطانه، يمكن مش واخده بالي، يمكن مناخيري هي اللي فيها مشكله. لا، انتوا اللي عندكم مشكله. لو مش عارفين تحددوا، يعني ريحوا نفسكم وما تكتبوش احسن.